البوركينا، والله عاد تكون ديما البوركينا، ديما البوركينا صافي الساعه نبكي. المغرب هذاك نقولوا لك بينا، المغرب هذا فيه صوص ماس. في واحد هنا راجل، في واحد هنا راجل يقيس وديما البوركينا، والله عاد تكون ديما البوركينا. تنظيم المغرب للكان كأنه مونديال وليس كان، فيما توفر من ملاعب، فيما توفر من إمكانيات وبنية تحتية. قول قبل ما نطلع على الهواء مباشر، قول ان المغرب ما فيها تذاكر. اي نعم قول. غبي انت طالع مباشر، انت على الهواء مباشر، انت مخك مصدي، انت فيك شيء. المصور الله يعينك يا حبيب اخوك، الله يعينك، وان شاء الله الله يرجعك لاهلك ولاخوانك ولامك اذا موجوده خير وسلامه. المغرب قول قبل ما نطلع على الهواء مباشر، انت على الهواء مباشر، قول ان المغرب ما فيها تذاكر. غبي عرس كروي في المغرب، وعليش يحرمونا منها، وخاصة الكأس الإفريقية هذه اللي في المغرب تعلن بمواصفات عالمية. كنا نتفرجوا في مقابلة متاع نهائي كأس عالم، مش كأس إفريقيا، متاع نهائي كأس عالم بين كوت ديفوار والكاميرون. واحد بالسيوف، أهلا وسهلا. أهلا. بعد فتحي ماذا تقول في هذا التظاهر الجميل اللي نعيشه كل يوم؟ طبعا أهلا مشاري، أهلا بالأصدقاء. طبعا هذه النسخة مثيرة جدا. أنا كنت أتحدث مع بدر الدين قبل دخول الاستديو، هذه النسخة أفضل نسخة نظمت من حيث الإثارة في آخر 3 سنوات، آخر 3 نسخ وقيمت فيها البطولة ب 24 فريق. نشاهد الآن إثارة في الدور الأول وفي الجولة الثانية، وما بالك يعني كيف ستكون معركة كسر العظام في ضوء أدوار إقصائية. سماح بالأعضاء. معركة صراحة. الله وحيد أنت رحت على طول الأمور الفنية، نتكلم عن الأجواء ونتكلم على السعادة ونتكلم دائما نشوف مثل هالمظاهر. يا أخي سعادة بدر، مساء الخير بدر. والله سعادة، مساء الخير مشاري ومساء الخير زملائي الأعزاء، مساء الخير لكل مشاهدي والمشاهدات الكرام. سعادة غامرة تغمرنا يعني، ونحن نشاهد يعني هذه المشاهد الجميلة جدا. أنا أتصور أننا أمام ما يمكن أن أصفه أو أصفها بأنها الحقيقة اللي أجمل من الخيال. أنا شخصيا تصورت نسخة استثنائية لكأس أفريقيا للأمم، بالأجواء، بالتنظيمات، بالملاعب، ولكن ما زادها جمالا أولا الإقبال الجماهيري الجميل جدا، ثم أيضا اللاعبين الأفارقة اللي وجدوا في أرضيات الملاعب في الأجواء والمناخ والإقامة فرصة ليقدموا أجمل ما لديهم. نحن لا نشاهد اليوم بطولة كأس أفريقيا للأمم، نحن نشاهد كأس عالم مصغرة بما تحمله الكلمة من معنى. صابر الغراوي أهلا وسهلا. اهلا بك يا مشاري، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل المشاهدين. قلنا قبل انطلاقه هذه الجوله جوله القمم ترفع الهمم، وبالفعل هذه الجوله اوفت بالوعود والعهود، وشاهدنا 6 مباريات قمم حقيقيه في المجموعات ال6، بدايه من المغرب ومالي مرورا بمصر وجنوب افريقيا، ووصولا قبل دقائق قليله لمباراه القمه الاخيره في المجموعه ال6 اللي جمعت ما بين كوت ديفوار والكاميرون، ونتائج جيده للمنتخبات العربيه للاسبوع او للجوله الثانيه على التوالي. نتائج مقبوله، صحيح في الجوله الاولى كانت افضل، ولكن حتى هذه الجوله النتائج تعتبر مقبوله الى حد كبير. تخيل معايا عزيزي المشاهد، صحفي جزائري مش كان واخد باله ان الكاميرا بتصور وان الفيديو ده اتذاع والكل شافه ومنتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير. صحفي جزائري بيقول للجمهور الجزائري، بيمليهم الكلام قبل ما يتكلموا، بيقول لهم انا عايزكم تقولوا ان احنا مش لاقيين تذاكر ندخل بيها المباراة. والفيديو انتشر، مش واخد باله ان الكاميرا بتصور ونزلت الفيديو ده على الهوا. فضيحة، انا شايف ان دي فضيحة وكارثة على الهوا، وده اكبر شيء يدل ليك ان الصحفيين الجزائريين رايحين المغرب علشان يشوهوا صورة المغرب. بس هو المغرب كل يوم هيطرد صحفي جزائري؟ هنقضيها طرد بقى ولا ايه؟ خلوا في احترام بقى وخلوا فيه اخلاق وعيب اللي بيحصل ده. مؤسف ومبكي ومخجل حال من يحاول تشويه صورة المغرب وتشويه تنظيم المغرب لكأس أفريقيا. يا عزيزي، المغرب شهدت لها الفيفا وصحف عالمية مثل ماركا الاسبانية ودول عظمى مثل اسبانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بأن تنظيمها خيالي ومثالي، ورأينا الملاعب العالمية والمرافق والخدمات والمطارات وكل شيء كيف جعلت لخدمة
من يأتون إلى هذه البطولات. عزيزي، المغرب بلد جميل وشعبه أصيل، حاول أن تحبه وأن تحب له وما تحبه لنفسك. ما حق لازم تتقال. عاش الملك يا خوتي، شوفوا بعينيكم المغرب بلا غاز بصح عندهم ملك وصل بلادو لهذا النيفو العالي. يا خوتي نواصلوا الاحداث ديالنا. يا مخك عاد راح يحبس، راح يحبسوهن يا خوتي راح يهبلونا، والله راح يهبلونا. شفنا الاجواء في لاكوب دافريك، الله يبارك المغاربه خلقوا الحدث، والله صنعوا الحدث. طبعا راح يزعج الكثير والكثير من ساكن المستثمرين يعني في القنوات نتاعهم غير باش يكسروا سوارد و24 مليار دولار مستثمره غير باه تزعزع الاستقرار وتزعزع العلاقات. ولكن شويه يحشموا ارواحهم، شويه يحشموا يا اخوتي، والله يعني للاسف الشديد هذه الجزائر. فعلا اذا كنت من العالم الاخر غادي تجيب العالم الاخر معك وتحاول تطبقه في كل بلاصه، انه يطلبوا انه الايمان يجيهم ديليفري. الناس ممكن يستدعوا طبيب، تكنيسيا، انسان اللي فريمون واحد من الناس اللي يكونوا معاهم ما يقدرش يدير الخدمه تاعه. صح انتوما يا ايها الفريق المؤمن الذي نزلت عليه السكينه الايمان والرحمه فجاه واراد ان يؤدي الصلاه الجماعيه، ما كنتوش تقدروا ترفدوا رواحكم وتروحوا الى اقرب مسجد. صلاه الجماعه هي انك انت تخرج من البلاصه تاعك باسكو غادي تدي الاجر زعما وتروح وتصلي مع الناس العاديين، ماشي انه الصلاة تجيك انت. من يؤدي ويقيم صلاة الجماعة يجيك انت عندك. سيد خو هيا كيفكم كي غيركم، راكم جايين تلعبوا منافسة رياضية، الاستثناء الواحد من 24 فريق. انتوما برك جيبوا لنا الامام ويجي الامام يجري ويجوا المساعدين تاعه، غير الخير شكاين رقية زواج عقد طلاق. لا، صلاة الجماعة برك الجمعة. بون وعلاه المغرب الرباط ما فيهاش كاع المساجد. فعلا اذا كنت من العالم الاخر غادي تجيب العالم الاخر معك، الفريق تاع العالم الاخر فقط هو اللي يديرها. امور اخرى مازالوا يتعجبوا منها. واحد لو جون مغربي يا خاوتي حب يدخل الصفحه فيسبوك تاع التلفزيون الوطني ولا لاباج اوفيسيال تاعو. كيما عم بالكم في الفيسبوك تقدر تسيليكسيوني البلاد اللي ما تخش اللي ما تشوفكش يعني، ولكن اللي جانا عم بالنا بالفي بي ان تقدر انت تبدل باللي راك من بلاد اخرى من هولندا ولا شيء وتشوف هذاك لو سيت. فهو حار كيفاه هذا الموقع تاع تلفزيون جزائري يعني ينزل لهذا المستوى. شوفوا كيف دار الفيديو، تفضل. الاخوان اللي بغى يضحك شي شويه اليوم، هذه باج رسميه ديال التلفزيون الجزائري العمومي الرسمي، باج ديال فيسبوك. انا من المغرب حلها عن طريق في بي ان. هانتوما في بي ان ديال هولندا، الا حد ديزاكتيفيت الفي بي ان يعني نحاول نشوفها من المغرب اكتواليزي تبان لي لاباج انديسبونيبل. نعاود نرد الفي بي ان، ماشي غير هولندا، ندير بحال دابا اي منطقه في العالم من غير المغرب. ديرو فرنسا، اكتيفي من فرنسا بحال راه كنشوف دابا من فرنسا. فوالا اكتواليزيو لاباج هي بانت. واش الجزائر ما كيعرفوش شنو الفي بي ان؟ واخا نشوفوا شنو دايرين هنا. نشوفوا مثلا اللاين، نشوفوا شنو بغاو يغطيو على المغرب. بحال دابا كوب دافريك، كوب دافريك سيدي هذه هذا ماتش الجزائر 3-0 فين لعبوا الله اعلم. كوب دافريك دي ناسيون يعني اللوغو فين كاين مروكو 2025 ما كاينش ديجا، هذه انتردي انتردي كقناه عموميه ما ديرش اللوغو جديد. هذا اللوغو عنده 3 سنين. شو علاش خايفين يا خو؟ علاش خايفين؟ علاه يا جماعه علاه يا ولدي تحب ديرها باسمك ديرها، بصح ديرها باسم التلفزيون الجزائري تما يقول لك الجزائريين كل كيما هك. حتى اللوغو قديم، عطاك اللوغو جديد مكتوب فيه مروكو. هو لا مش نحب نحط المغرب يا ولدي ديرها باسمك، ديرها في الصفحه الخاصه تاعك. هذه صفحه تمثل دوله، تمثل شعب، شعبك تشوف فيه فرحان قاعد يقول خاوه. انت تمثل هذا الشعب ولا لا؟ الشعب ما عندوش مشكل، انت عندك مشكل سياسي ما متفاهمين ما عادي، لكن تهدر باسم الشعب وتروح تدير امور كيما هذه كوبيه يعني ما تخليش يتشاف عنده، وانت اصلا مواضيعك تحكي عليه. يخلي الشعب ما لا يشوف الفضايح تاع واش صاير في المغرب اللي علاه عاجبه. وزيد لي جون يضحكوا يقول لك يا ولدي بالفي بي ان اني نقدر نشوفه عادي.
يقول لك تما ما يعرفوش اصحابي، حتى اللي يجيري الصفحه ما يقدرش يقول لهم لانفورماتيسيان باللي لا، ما تقدرش تحجب تما باسكو بالفي بي ان يخش يشوفها عادي. علاه تبهدلوا بينا؟ علاه بعديك احنا لازم نديروا بيان هادو الناس لا يمثلون الشعب، اللي يمثلوا الشعب هما اللي شفتوهم في الصطاد يعيطوا خاوه خاوه وفرحانين، اما هادم فهم ما الله غالب، واش راح نقول لك راهم محطوطين.